بدون أي مقدمات، منتخب الجزائر يخسر 2-0 أمام منتخب نيجيريا ويودع بطولة كأس أفريقيا. حط لايك ومتابعة أو ما تحط بكيفك. تعال خلينا نسولف عن المباراة شوية. أولاً هارد لك لمنتخب الجزائر، وكنا نعرف منتخب نيجيريا كان يستحق الفوز، وأعتقد ما راح نختلف بهاي النقطة، ولكن حكم المباراة لا يحكمون بين إخوانه هم راح يظلمهم. حكم المباراة اشتغل على نفسية لاعبين منتخب الجزائر، والصراحة ما دور لك حجة على خسارة منتخب الجزائر. منتخب نيجيريا اكتسح كل شيء بالمباراة. منتخب نيجيريا حرمهم من الكرة، تسديدات وفرص وضغط عالي، التحامات ثنائية، هجوم وكل شيء. منتخب الجزائر كل شيء ما قدم بالمباراة نهائيا، ولكن الحكم من البداية هو انتظارات اللاعبين زروكي وعمورة. وعلى فكرة هذه أصلا مفاول، وبعدها ضربة الجزاء، وعلى فكرة هاي ضربة جزاء صحيحة 100%. لاعب نيجيريا ايده كانت داخل منطقة الجزاء، ومنتخب الجزائر كان يستحق ركلة جزاء. أنا بس أريد أعرف شغلة واحدة، وصلوا الدور الثمانية ولغوا الفار وينه؟ وليش لاعب منتخب الجزائر ساكتين بدون احتجاجات؟ والله ما أعرف. مثل ما قلت لكم منتخب نيجيريا هو اللي كان مسيطر بالمباراة. 0 تسديدات على المرمى لمنتخب الجزائر، و0 من كل النواحي، لا هجمات لا محاولات ولا أي شيء. أرجع وأقول حكم المباراة كان غير منصف نهائيا. أكو لقطة الآيات نوري كان واقع بيها خارج الملعب، وإجا لاعب نيجيريا يشيله غصبا عنه، وصار مدافع بين الاثنين، ويجي الحكم ينطي انذار فقط آيات نوري. وأيضا لقطة التدخل على أنيس الحاج موسى، هاي كان ممكن يكون بيها طرد. الحكم لا انطى فاول لا انطى انذار ولا انطى أي شيء. لو راجع للفار كان ممكن لاعب نيجيريا ينطرد، ولكن عدت ويا كأنه شيء صاير. لاعبين منتخب الجزائر خذوا 5 انذارات غير مستحقة. والشغلة الثانية، المدرب بيتكوفيتش يتحمل الخسارة لأن ما قرأ المباراة بشكل جيد، ولعب بطريقة ساعدت منتخب نيجيريا على تسجيل الأهداف. انت شلون تلعب دفاع متقدم فهمني، ومخلي أوسيمين ولقمان وأدامز بالمساحات؟ مفروض انت اللي تصنع المساحات وتخلي منتخب الجزائر يستغلون الفرص ويسجلون الأهداف. انت لا، سويت العكس. رياض محرز ما كان المفروض ينزل بالشوط الأول. رياض محرز ما كان موجود نهائيا. المفروض يبدأ المباراة أنيس الحاج موسى أو بغداد بنجاح. نيجيريا فازت أداء ونتيجة من ناحية الاستحواذ والضغط العالي واسترجاع الكرات والفرص والتسديدات، كلها كانت نيجيرية. تلك بمقطع التوقعات، نيجيريا عندهم أخطر لاعب بالعرضيات فيكتور أوسيمين،